الأخبار عاملين إيه؟ النهاردة بقى الحلقة التامنة من السلسلة، وقبل ما نسأل هتبقى إيه وهتوصل إمتى وهتنجح إزاي، خلينا نسأل سؤال أبسط بكتير بس أصدق. أنت عامل إيه مع نفسك؟ مش صورتك ومش إنجازك ومش اللي الناس شايفاه، أنت لوحدك من غير شهود ومن غير تسويق. وزي ما إحنا عارفين إن إحنا هنا في أنتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها، فيلا بينا ندخل في الحلقة. في ناس كتير بتبان ناجحة وسط ناس في الشغل والضحك وصورة وحركة، بس في آخر اليوم لما الصوت يوطى والنور يهدى تحس بحاجة غريبة جدا، إنك مش مرتاح ومش عشان ناقصك حاجة لكن علشان مش مصاحب نفسك كويس. كأنك عايش مع شخص عمرك ما قعدت معاه وقررتوا مرة واحدة تفهموا بعض، وأوقات أول خطوة للراحة إنك تبطل تجري. وخليني أقولك حاجة بكل هدوء، مش كل نجاح بيبقى مريح. في ناس وصلت بس حاسة إنها غريبة شوية في حياتها، كأنها دخلت بيت مش بيتها، والهوية هنا على فكرة بتتلخبط. مش عارف انت بتعمل ايه، كل ده علشان ايه ولا علشان مين ولا حتى علشان تثبت ايه. يمكن علشان تنجح بس تحس انك اتأخرت على نفسك، واوقات انك توصل مش معناه انك وصلت لنفسك خالص. واحنا بنتعلم نختار صحاب ونختار شغل ونختار شريك حياة، بس محدش قال لنا ان العلاقة هتفضل معاك مهما حصل، وهي علاقتك بنفسك. وهل بتسمعها ولا بتقاطعها؟ وهل بتحترم تعبها ولا بتضغط عليها وتقول استحمل؟ في علم النفس بيقولوا ان الطريقة اللي بتكلم بيها نفسك هي الطريقة اللي العالم هيعاملك بيها بعد كده. واوقات اللين مع نفسك بيخلي الدنيا اهدى بكتير قوي. ايه رأيك لو المشكلة مش انك مش ناجح كفاية؟ ايه رأيك لو المشكلة انك اصلا ناجح بس مش متصالح مع نفسك؟ يعني بتكسب بس بتجلد نفسك، وبتحقق بس مش راضي، بتشتغل بس مش حاسس بقيمة اللي بتعمله، كأنك بتبني بيت وتنسى تقعد فيه. وأوقات الإحساس بالفراغ مش علشان ناقصك حاجة لكن علشان نسيت تعيش اللي عندك. ومش معناه إنك تبقى مبسوط دايما ولا قوي طول الوقت ولا فاهم كل حاجة. صاحب نفسك يعني متهربش منها لما تتعب، ولا تسيبها لما تغلط. يعني لما تقع ما تقولش انت فاشل لكن تقول انت تعبت، وده المفهوم. الصداقة مش مثالية خالص، الصداقة استمرار. وأوقات إنك تكون في صف نفسك بيفرق أكتر بكتير من أي تشجيع خارجي. مفيش صورة لحد بيصلح نفسه من جوه، ومفيش ستوري لحد بيقعد مع خوفه ويفهمه مش يدفنه. الشغل الداخلي مش ترند، مش حاجة الناس تشوفها، بس هو اللي بيخلي أي نجاح بعد كده يستاهل. زي واحد نظف نضارته وبعدين بص فاكتشف إن الدنيا مكان مختلف نهائي. وأوقات الوضوح بيبدأ من جوه مش من بره. والغريب إنك لما تصاحب نفسك الناس تحس إنك هادي، حتى لو مش أعلى واحد لكن تحس إنك ثابت. حتى لو لسه في طريق، مش لأنك بقيت أحسن لكن لأنك بقيت حقيقي. وأوقات الحقيقة أكتر حاجة جذابة. وفي النهاية لازم تبقى عارف إن قبل ما تفكر تنجح قدام الناس اسأل نفسك شوية أسئلة: أنا واقف فين من نفسي؟ لأن النجاح من غير صداقة داخلية بيبان إنجاز بس بيتعاش كحمل. ولو بدأت تصاحب نفسك حتى وإنت مش كامل ولا جاهز 100%، ده لوحده بداية قوية. الحلقة الجاية مش هتكلم عن الناس ولا هتكلم عن المجتمع، هتكلم عن حاجة بتتحكم فيك وإنت فاكر إنك مسيطر عليها. فما تنساش بقى اللايك والاشتراك في القناة. سلام.